السلام عليكم. إن شاء الله ده شيت 5 ديجيتال سيجنتشر. أول سؤال فيه بيقول لنا إيه اللي هيحصل لو الكي فاليو اللي إحنا عملنا كرييت للديجيتال سيجنتشر بيها كومبرومايزد. طيب ببساطة لو الكي فاليو دي اتعرفت فبالتالي إحنا هنقدر نعرف البابليك كي. فبالتالي لو عرفنا قصدي البرايفت كي، فلو عرفنا البرايفت كي فده بالتالي هيبريك السكيورتي بتاع الديجيتال سيجنتشر. طب احنا ازاي هنعرف الكي فاليو او البرايفت كي من الموضوع ده؟ احنا اصلا بيكون معانا بي وكيو معانا موجودين، والجي فزي ما موجود في المحاضرة هنا احنا معانا البي والكيو والجي، دول قيم اصلا بابليك. وعن طريق معادلة بسيطة جدا احنا عارفين ال ال الك. المعادلة اصلا بتقول لنا ان ار بتساوي الجي باور كي موديولس بي موديولس كيو. وانا معايا كل حاجة، بقى معايا الكي خلاص اللي هي كانت مجهول، فبقيت اقدر من خلالها ان انا اجيب الار، وده طبعا بيبريك السكيورتي. ده كده اول بار. فده كده اول سؤال. بما ان البي والكيو والجي بابليك وبقى معايا الكي، فانا كده قدرت ببساطه بمعادله ان انا اقدر اجيب الكي، السكريت كي، فبالتالي ده عمل بريك للسكيورتي. تمام. خلي السؤال التاني دلوقتي، هندخل على السؤال التالت اول حاجه علشان نبقى بس ماشيين بترتيب معين. تمام. السؤال التالت ده بيقول لنا ان انا معايا دلوقتي تكنيك علشان اعمل بيه ديجيتال سيجنتشر، كريبتوجرافيك وان واي هاش فانكشن. ماشي. فبيقول لي هو وان واي هاش فانكشن بتساين ان بيتس، السندر راندومي بيجنريت 2 ان. كله ده شرح عادي جدا. الكي بتاعتي بقى هي بدايه الكلام من هنا، كي 1 كي 2 لحد كي ان، وكي 1 داش وكي 2 داش لحد كي ان. ودول طبعا برايفت. ماشي. بيقول لي بقى ان السندر بيجنريت التو سيتس دول بتوع الفاليديشن. ركزوا بقى هنا. بيقول لي ان هو بيفاليديت بفي 1 لحد في ان، وفي 1 داش لحد في ان داش. طب ازاي بقى؟ بيقول لي ان الفي اي اللي هي تبع الفي 1 دول وفي 2 والكلام من ده بفاليديت عن طريق ان انا بعمل هاش فانكشن للكي اي لو في حاله ان هو بزيرو، البيت بزيرو، او ثواني، او اعمل بفي اي داش في حاله بعمل بقى هاش فانكشن في حاله لو البيت بواحد. ده كده الشرح بتاع دي. فبيقول لي ان اليوزر ده بيبعت كي اي او كي اي داش according to weather، يعني هو كمان شرح بيكون على حسب الام دي. طيب هو كاتب لي بيقول لي ان لو الام دي اللي انا باعتها او المسج يعني لو بزيرو او واحد، بيقول لي لو هي مثلا 3 بيتس وانا باعت مثلا، بيقول لي مثلا هي 3 بيتس وانا باعت 0 1 1. تمام. هو ده كله ده بيشرح لنا الطريقه، يعني هو حرفيا بيشرح في السؤال. وانا باعت مثلا 0 1 1. تمام. بيقول لي ان الثلاثه كيس ده هم بتوع السيجنتشر. استخدمت ايه؟ والله هو 0 1 1، فبالتالي بما انه 0 فهستخدم في 1 اللي هي اتش كي، اللي هي كي 1. ولو 1 فهستخدم كي 1 داش او كي 2 داش يعني. ولو واحد تاني بعدها يبقى استخدم كي 3 داش. فداش دي على حسب هي بواحد، والله لو بزيرو فتبقى كي عادية. تمام. فهو بقى بيسألني بقى بيقول لي هو ازاي بفاليديت الكلام ده؟ هو حرفيا هو الإجابة فيه، احنا جاوبنا الاجابه بالفعل. بيقول والله ان احنا الريسيفر ده هيفاليديت المسج دي ان هو بيتشيك الكي قصاد كل بابليك هاش، لان هو اصلا كل حاجه قصادها حاجتها. والله لو البت بزيرو روح تشيك على ايه؟ على ان اتش بتاع الكي اي بزيرو. هو اصلا قايل لي كده، هو حرفيا شرحها. ولو الكي لو البت بواحد روح تشيك اتش كي اي داش واحد. دي كده اول بارت اللي هو ازاي بفاليديت المسج. تمام. تمام. تاني حاجه بيقول لي هو التكنيك دي سكيور ولا لا؟
بصوا يا جماعه، هو احنا هنا بنستخدم الكده مره واحده، فالموضوع سكيور لحد طول ما احنا شغالين بالكده مره واحده. لو انا رحت عملت ريوز للكيز اللي انا خرجتها دي لا لرسائل تانية، ده هيبريك السكيورتي، لان هي كده ما بقتش سيكريت، يبقى كده متوزعه على كذا مسج، وده طبعا غلط. فهي سكيور بس لحد ما احنا ما استخدمناهاش في مسجز تانية. تمام؟ طب تالت سؤال بقى بيقول لنا ايه؟ تالت سؤال بيقول لنا ايه عدد المرات اللي انا اقدر استخدم فيها نفس السيكريت كيز سيفتي for different message. احنا لسه مجاوبين عليها ان احنا بنستخدمه once، مرة واحدة بس. تمام؟ فاحنا بنستخدم السيكريت كي once per message، هي مرة واحدة للمسج الواحد. لو احنا استخدمنا ده بيليك الانفورميشن ويبريك السكيورتي. تمام؟ طيب اخر حاجة بيقول لي ايه بقى البراكتيكال بروبلم does the scheme present. هي باينة قوي، يعني بيقول لك ايه المشكلة البراكتيكال اللي هو يعني الالجوريزم ده عاملها. طبعا انتوا واخدين بالكم ان كل مسج ليها كي، فمعنى كده ان كميه كيز كتيره جدا هتتعمل، فاحنا عايزين بابليك كي ستورج عاليه، وفي نفس الوقت ان الموضوع ده مش سكيلابل فور لارج مسج. يعني تخيلوا لو رساله كبيره جدا هنجنريت كميه كيز كتيره جدا، فبالتالي الموضوع مش براكتيكال قوي. تمام؟ فده كده السؤال ده. ماشي؟ والسؤال الاول خلصناه، يبقى بقى لنا السؤال ده. بصوا يا جماعه، هو السؤال ده يعني شبه شرح نفسه برضه. هو هنا بيقول لنا ان انا دلوقتي عندي البرايمز بي وكيو، ان الكيو بي ناقص واحد، وان احنا عايزين نفايند ان الجي اللي تنتمي للبرايمز يعني هو كاتب شويه شرح للالجوريزم دول، الجوريزم واحد والجوريزم اتنين. تمام؟ الجوريزم واحد والجوريزم اتنين يعتبر شبه بعض بالظبط، باختلاف الكونديشن واختلاف طريقه ان احنا نجيب الجي. تمام. طيب بيقول لي هو ايه اللي هيحصل في الجوريزم واحد لما الاورد جي ده بنختاره. تعالوا كده نيجي هنا. بصوا يا جماعه، هو السؤال ده اجابته في واحد واثنين شبه ثابته. تمام؟ احنا هننزل هنا كده اهو. بصوا يا جماعه، معنى ان اورد جي دي بتساوي كيو اخترناها، معنى كده اصلا ان الجي باور كيو بتساوي واحد موديولوس البي. تمام؟ دي معنى الكلمه دي، يعني دي ترجمه الكلمه دي، ان الجي باور كيو هي 1 موديولوس البي. جميل. طيب احنا بنقول بقى هنا ايه؟ بنقول ان احنا اخترنا بنمشي على الالجوريزم بقى اهو. هنمشي على الالجوريزم ان احنا اخترنا ان الجي تنتمي للبرايمز، وبما ان الاورد، سيبكم من دي دلوقتي، بما ان الاورد بتاع الجي بتساوي الكيو زي ما هو قال، فالجي باور كيو زي ما لسه ما قايل لكم بتساوي واحد موديولوس البي، لان هي دي بتحقق ان الاورد بتاع الجي بيديفايد الكيو. دي الكونديشن بتاعها. تمام؟ سيبكم من الكونديشن، خليكم في دي بس. اوكي. بنقول بقى ان الكيو ده هو برايم، والبوسيبل اوردر اوف جي دايما بتبقى واحد وقيمه تانية، يعني واحد واي قيمه بقى من القيم اللي هي بتبقى في التيبل اللي هو في المارج، او القيمه اللي بتحقق يعني الكونديشن. طيب فبالتالي انا دلوقتي معايا الجي يا واحد يا قيمه من الكيو. طب جميل، بس هو قايل لي هنا حاجه مهمه، الكونديشن بتاعي ان الجي ما تساويش الواحد. طيب وفي نفس الوقت الاتش بتساوي الواحد، فانا طيب هو بيقول لي والله الجي لا تساوي الواحد، يبقى الاورد جي ده هو ما بيساويش الواحد، يبقى الاورد جي بيساوي الكيو بس، هو نفى فكره ان هو بواحد، فبقى بكيو بس، بقى بكيو بس اهي. تمام؟ اللي هي دي. طب بما انه بكيو بس،
ولغى فكره ان هو بواحد. فبالتالي في شرط اتحقق اللي هو الشرط ده، باقي لي شرط اللي هو اتش بتساوي واحد، ده لسه ما ايه، ده لسه ما اتحققش. فكده الالجوريزم واحد هيفضل يريجكت في قيم لو هي جيب واحد، بس هيفضل يلوب لحد ما يلاقي قيمة تحقق ان اتش بتساوي واحد. دي كده طريقة الالجوريزم واحد. طيب لو الجوريزم اتنين حرفيا هتبقى هي بالظبط باختلاف بسيط جدا جدا. الكونديشن، انا دلوقتي بقول نفس الكلام، بما ان طبعا الاورد جي بتساوي الكيو، فبالتالي هنكتب نفس الكلام بالظبط. فبالتالي ان الجي باور كيو بتساوي 1 موديولوس البي. جميل. طيب 1 موديولوس البي، وقلنا ان بما ان ده بيديفايدز والكيوز برايم، فالاورد بتاع الجي بينتمي للواحد والكيو. هو قال لي ان برضو عند الجي ما بتساويش الواحد، فبما ان الجي ما بتساويش الواحد يبقى لازم الاورد بتاعنا يبقى كيو بس، هو لغى الواحد فيبقى الاورد بكيو. طب بما ان الاورد بكيو، طب انا اصلا حققت الكونديشن ازاي بقى؟ حققت الكونديشن، هو قال لي الجي ما بتساويش الواحد. ايوه احنا فعلا الجي عندنا ما بتساويش الواحد، الجي عندنا بتساوي الكيو، فالشرط اتحقق. فمعنى ان الشرط اتحقق يعني انا مش هستنى ان في شروط تانية تتحقق، فعلى طول هريتيرن الجي اللي هو الفاليد جنريتور. يعني هنا بستنى لحد الاتش دي ما تتحقق، لكن هنا اصلا الجي ماينس واحد اتحققت من اول مره، هي فعلا اتحققت من اول مره، فبالتالي رجع لي الجنريتور على طول، ما استناش ان هو يتريت ولا لوب ولا اي حاجه. ماشي، دي كده شرحها. طب ندخل على اللي بعده. بيقول لي احنا كده خلصنا ده وده، بيقول لي ان البي بتساوي رقم والكيو بتساوي رقم. كام لوب الالجوريزم واحد هياخدها؟ خلي بالكم بقى لو سال الجوريزم واحد ولا الجوريزم اتنين، كام لوب هياخدها الجوريزم واحد عشان يفايند الجنريتور؟ والله هي اصلا عباره عن ايه؟ الايتريشن عباره عن بي ماينس واحد على كيو ماينس واحد. فبي ماينس واحد ب 64890 على كيو ماينس واحد اللي هي ب 420 اللي هي حوالي 155 ايتريشن. دي كده اول بارت. طب تاني بارت بيقول لي، طب سؤال، لو قال لي الجوريزم 2 كام لو غير الرقم واحد ده وخلاه باتنين، هتبقى ايتريشن واحده بس. ليه؟ لان هو اصلا من اول لوب بيجيب ايتريشن، بيجيب جنريتور على طول، فهو مش محتاج يستنى، مش محتاج قيم، هو على طول هيحقق الشرط على طول، هو محققه بالفعل. دي لو الجوريزم 2، بس الجوريزم واحد ما بيحققوش غير بشروط. تمام. طيب السؤال بقى اللي بعده بيقول لي اف بي بتساوي 512. بصوا اي حاجه فيها بيتس يبقى 2 اس، افتكروا كده. ودي ريكومند يوزنج الجوريزم 1. وبيقول لي بيقول لي اكسبلين عشان احنا نستخدم الموضوع ده. والله هو هنا قال لي ان انا البي ب 512 والكيو ب 128. ده بقى 2 اس البي على 2 اس الكيو، يعني 2 اس 512 على 2 اس 128 اللي هي بتساوي 2 اس رقم كبير اللي هو 384. وده طبعا كبير جدا جدا عشان نجيب الجي، وطبعا احنا يعني الجي دي عايزينها اللي هو الجنريتور، عايزينها في ابسط حاجه. فبالتالي احنا ما بنرشحش الجوريزم واحد ده، احنا الاحسن نستخدم الجوريزم 2 لان انا زي ما قلت لكم هو بيجيبها في لفه واحده بس، لوب واحده على طول. تمام. طيب اخر حاجه هنا بيقول لي والله سبوز ان البي ده بالرقم ده والكيو بالرقم ده، بيقول لك ايه البروبابيلتي بقى ان الالجوريزم 2 ده هو الجوريزم 2 ده يطلع في الفيرست لوب iteration. احنا تقريبا يطلع في الفيرست لوب iteration حوالي 100%. احنا عارفين كده لان احنا عارفين ان هو 100% هيطلع من تاني مره. بس احنا بنحسبها ازاي بقى؟ بنحسبها
بنقول والله هي نسبة انه يطلع حاجة هي 1 ناقص نسبة الخطأ في الحاجة دي، نسبة الفيل، يعني السكسس اللي هو بواحد بيساوي نسبة الفيل، 1 ناقص الفيل، 1 ناقص الفيل. طب هنقول بقى امتى يفيل؟ يعني امتى يفيل دي يعني ايه؟ يعني امتى الالجوريزم ده هيفيل انه يطلع من اول مرة؟ امتى؟ في الحالة اللي هي ان الجي بتساوي اتش بي ماينس كيو موديولس البي، ماشي؟ اللي هي اصلا بتساوي 1 موديولس البي، اللي هي احنا جايبينها اللي هو بتاع المود كيو، تمام. اللي هي بتاع الاورد بقى، بنقول ان ده بيحصل، اللي هي لسه قايل لكم عليها دي اللي هي بتاع الاورد، بتاع الاورد جي بتساوي الكيو، الحوارات دي. احنا بقى هنا لما الاورد ده بنديفايد البي ماينس 1 على الكيو. طب معنى كده ايه؟ معنى كده ان احنا بيحصل الايرور ده، على فكره دي على، بيحصل الفيل ده لما بنقول ان بي ماينس 1 على الكيو هو ده على كيو ماينس 1، ده كده الفيل بتاعنا، اللي هو اصلا هيبقى في الاخر ايه؟ 1 على كيو. فالفيل بتاعنا هو الواحد على الكيو، يبقى السكسس اللي هو بواحد ناقص نسبة الفيل اللي هي 1 على الكيو، اللي هي بتساوي كيو ناقص 1 على كيو، طرفين في وسطين، يبقى بتساوي 420 على 421 اللي هي حوالي 99 7 يعني 99 يعتبر 100%، فاهمين قصدي؟ فهي دي كده طريقة الحل بتاعتها. ده كده بالنسبة لشيت 1.